عندنا أنواع مختلفة من الهاكرز، كل واحد فيهم عنده أسلوبه الخاص من الهجوم. أول نوع المعروف باسم الوايت هات، تاني نوع المعروف باسم البلاك هات، تالت نوع المعروف باسم الجراي هات. نبتدي أول حاجة بالمعروف باسم البلاك هات. ده أخطر نوع من الهاكرز لأنه بيستغل الثغرات الأمنية في النظام بشكل غير قانوني لتحقيق مصالحه الشخصية. ممكن يستخدم الثغرات دي لاختراق المواقع الإلكترونية أو سرقة البيانات الحساسة أو حتى ابتزاز الأشخاص أو الشركات. نيجي للنوع الثاني وأحسنه وهو الوايت هات، وده النوع الجيد من الهاكرز وبيكون مرخص بشكل دولي، والنوع ده هدفه الأساسي هو حماية الأنظمة ومكافحة الهجمات الإلكترونية. آخر نوع معانا هو الجراي هات، وده نوع معقد شوية لأن النوع ده من الهاكر مش دايما بيكون عنده نية سيئة. على سبيل المثال أحيانا بيخترق الأنظمة عشان يثبت وجود ثغرة في الأمان، وفي بعض الأحيان ممكن يعمل ده بدون ما ياخد إذن ولكن بدون نية تدمير. ويجي السؤال هنا، إزاي تحمي نفسك من الأنواع دي؟ عشان تحمي نفسك من الهاكرز لازم تتبع 3 خطوات. أول خطوة هي استخدام برامج الحماية زي كاسبرسكي أو نورتون، إنهم بيحموا جهازك من الثغرات الأمنية المعروفة. تاني خطوة هي تحديث الأنظمة بشكل منتظم، لأن الهاكرز بيستغلوا الثغرات في الأنظمة القديمة. ثالث خطوة دي أهمهم وهي استخدام كلمات مرور قوية، يعني تستخدم كلمات مرور معقدة وتكون خليط ما بين الأرقام والحروف والرموز.